حقيقة بعد تسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم بعد سقوط النظام السابق لم يطرأ أي تطور إيجابي لصالح المرأة السورية. على العكس تماما، هناك مخاوف جدية من فقدان المرأة السورية لبعض حقوقها الأساسية كحق المشاركة في صنع القرار، وهذا تلمسناه خلال الفترة الماضية خاصة في العديد من المناسبات التي حدثت منذ تولي الحكومة المؤقتة، مثلا المؤتمرات التي عقدت، تشكيل الحكومة المؤقتة، حاليا التحضير للبرلمان، المؤتمر الوطني العام. كان هناك ضعف في مشاركة المرأة، حتى يكاد يكون دورها معدوم وهامشي جدا. لذلك الدور المرأة ما يحدث الآن هو لا يتناقض مع الدور الرئيسي للمرأة السورية خلال الأزمة التي بدأت من 2011 إلى اليوم. المرأة السورية كافحت وناضلت وتحملت عذابات كثيرة وذاقت مرارة النزوح والهجر والفقدان، وكانت من المشاركين الأساسيين ضد النظام السابق وناضلت بشكل كبير وقدمت تضحيات كبيرة، واليوم دورها معدوم في ظل الإدارة الحالية الجديدة. وحدث أن كان هناك مجازر في الساحل، وتعرضت المرأة العلوية لكثير من الممارسات كالاغتصاب والقتل والاختطاف. هناك العشرات من النساء العلويات ما زلنا في عداد المخطوفات، وبالتالي حقيقة المرأة السورية تعاني الكثير. مؤخرا رأينا في السويداء نفس المأساة تتكرر مرة أخرى. هناك مجتمع درزي مسالم يعيش في بقعة جغرافية في الجنوب السوري، أيضا تعرض الأهالي أو المجتمع الدرزي بشكل عام لانتهاكات وممارسات فظيعة. وأيضا كانت هناك المرأة الدرزية التي كانت لديها أيضا نصيب من الانتهاكات والقتل والاختطاف. هناك أيضا العشرات من النساء الدروز ما زلنا في عداد المفقودات إلى الآن. فبالتالي هذه الممارسات ضد المرأة السورية حقيقة لا تبشر بالخير، أن هناك في ظل هذه الحكومة التي تقوم بهذه الممارسات أن المرأة السورية سوف يكون لها مستقبلا أي دور في بناء الدولة السورية. وبالتالي الحكومة المؤقتة لم يكن ضمن الحكومة المؤقتة سوى حقيبة وزارية واحدة للمرأة السورية، وهذا إهانة بحق المرأة السورية التي قدمت الكثير. لذلك نحن ندعو كافة النساء السوريات أن يطالبن بحقوقهن، وبالتالي يشكلن جبهة نسوية قوية من أجل المطالبة بحقوقهن، المطالبة بكوتة المرأة في كافة المؤسسات الدولة السورية، في البرلمان، في الحكومة المؤقتة، في كتابة الدستور الدائم. إذا لم تكن المرأة السورية موجودة في كافة الكيانات والهيئات التي تؤسس لبناء الدولة السورية سوف تضيع حقوقها بشكل كامل، لأن الرجل والذهنية الذكورية الموجودة حاليا والذهنية الموجودة لدى السلطة الحالية هي ذهنية ضد حقوق المرأة. فبالتالي نحتاج إلى نضال كبير وبالتشبيك ووحدة المرأة السورية على مستوى الجغرافيا السورية حتى نستطيع أن نشكل جبهة قوية، ننظم أنفسنا بشكل قوي حتى نتمكن بتثبيت حقوقنا دستوريا على مستوى سوريا، ونكون مشاركات فعاليات في بناء الدولة السورية ومستقبلها. الممارسات التي ترتكب بحق المرأة في السويداء هي ممارسات تعود بالذهنية، طبعا ذهنية داعش التي قامت وارتكبت نفس الممارسات في 2014 بحق النساء اليزيديات اللواتي تعرضن للقتل، للاغتصاب، للاختطاف، للسبي. هذه الممارسات فعلا موجودة الآن في مدينة السويداء وتمارس بحق المرأة الدرزية. لذلك علينا نحن كنساء أن ننتبه إلى هذه الذهنية الموجودة وننظم أنفسنا بشكل قوي من خلال الحماية والدفاع الذاتي حتى نستطيع مواجهة هذه الممارسات وهذه الذهنية التي تطارد النساء. إذا لم يكن هناك تنظيم قوي من قبل النساء سوف تمارس عليهن هذه السياسة في المستقبل. لذلك على جميع النساء السوريات، أكرر على جميع النساء السوريات
وأؤكد على هذه الخاصية أن ينظمن أنفسهن خاصة في مجال الدفاع والحماية الذاتية حتى يشكلن سدا منيعا أمام هذه الهجمات الداعشية التي تمارس ضد النساء. وخير مثال على الدفاع الذاتي والحماية الذاتية هي تنظيم النساء في شمال وشرق سوريا، وحدات حماية المرأة التي كافحت الإرهاب وبالتالي تحمي مجتمعها وتحمي النساء، واستطاعت بالفعل أن تشكل جبهة نسوية قوية ضد الإرهاب وانتصرت عليه، وما زالت تناضل من أجل أن لا تقع النساء في أيدي هذه الجماعات الإرهابية.